رجعونا عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر على صوتك، يا ساتر. الحمد لله. والأغنية وحشة كمان. عايز أقول لك هناك سياق عام وعوامل لنجاح أي حاجة. هذه الأغنية هي أغنية، أنا مش هقول لك أغنية تافهة، لكن هي أغنية سطحية لا يمكن أن تقارن بالأغاني في الوقت ده سنة 64 اللي كتبها العبقري العظيم عبد الفتاح مصطفى. سحب رمشه ورد الباب كحيل لهداب، نسيت أعمل لقلب حجاب وقلبي داب، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت دريبي انا بشكي اليك منك. علي مهدي، علي مهدي الصغير. يا لعبة الايام ارتاح وريحني، فوق الشوك مشاني زماني، قال لي تعالى نروح للحب، بعد سنين قال لي ارجع تاني هتعيش فيه مجروح القلب. اللي نسيك يا اللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان ترقاه. حتى انا الحروب بتتاكل مني من كتر الانفعال. هي اغنية سطحية معانيها تحققت ليها ان الرئيس جمال عبد الناصر امر محمد عبد الوهاب انه يلحن لأم كلثوم. ومحمد عبد الوهاب عبقري ابن لذينه، لبس الاغنيه مزيكا متعاصى كلام، مزيكا مرعبه 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 المقدمه، واستعرض عضلات ومجانس ويعمل كده والترابيس، وكان ابن لذينه. لكن الكلام رجعوني عينيك لايام اللي راحوا. طب شكرا. رجعوني عينيك لايام اللي راحوا. ايه يعني عينيه ده؟ يعني تلفزيون شاشه ولا ايه؟ مش عارف. علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا. وهات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا، وهات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا، يا حبيبي تعالى وكفايه اللي فاتنا، هو فاتنا يا حبيبي الروح شويه. لا 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 لا. في الوقت ده كان الامام احمد رامي بيعمل قنابل. يا لهوي يا لهوي يما، يا لهوي يما. هو بالتزامن مع الوقت ده انت الحب، ياما قلوب هايمه حواليك تتمنى تسعد يوم برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك، تنعس وتحرم في هواك. الليل عليا طال بين السهر والنوح، واسمع لوم العزال، اضحك وانا المجروح، وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن اغير من اللي يحبك ويصون هواك اكتر منك. ياه ياه. الاغنية دي على فكرة زي ما في اغاني كتير في حياتنا بتتحقق لها النجاح بسبب وقوف القيادة السياسية او الكلام عن حدث ما، زي في اغنية اتسرقت من لحن تم البدري بدري والايام بتجري، والله لسه بدري، والله سرقها واحد وركب عليها كلام وخلاص واشتهرت.
ويرجع مرجوعنا. الفن ليه سلطان؟ لا، الفن ده مجانس لوحده، حاجة كده. يعني انت طالع تشوه تراثنا يا عم ناصر انت؟ ابدا، انا مش بشوه تراثنا ولا غيره، انا تراثنا على دماغي من فوق، وانا بحب مصر حب ما حدش قبلنا عرفه ولا صدفه، وبحب الفن المصري حب غير طبيعي، وبحب ريحة مصر في الستينيات لحد كامب ديفيد 77. بحب سينما الابيض والاسود بتاعت مصر، وبحب المزيكا وبحب الاصوات، بحب عبد الحليم حافظ، وحتى بحب العرب اللي غنوا في الوقت ده، فايزة ووردة والعبقري العظيم فريد الأطرش ونازك وسعاد محمد نحن ننتمي لسياق، لكن اللي بيقعد يهجس. وبدليل ان احمد شفيق كامل بعد فترة قال ده انا كنت كاتبها في الذات الالهية واعتزل وحاجات مني. انا ما شفت الصلاح عبد الصبور اعتزل، ولا امل دنقل اعتزل، ولا احمد عبد المعطي حجازي ربنا يديله الصحة اعتزل، ولا بيرام التونسي قال اعتزلت، ولا اي شاعر عنده موهبة حقيقية قال اعتزلت. كان اعتزل محمود درويش بعد سياقات سياسية كتيرة، ولا سميح القاسم، ولا معين بسيسو اللي اتقتل سنة 84 في لندن. انا مش عايز اخد الدور بتاع ان انا بشوه وبعمل. الفن المصري اعظم فن في الوجود، لكن هناك اخطاء تاريخية احنا عايزين نفهم الناس ونعلم الناس ان مش كل حاجة مشهورة عظيمة، ومش كل حاجة مش مشهورة مش عظيمة. وانت ممكن ما انتش مشهور بس عندك وعي وعندك ادراك احسن من العيال الشمامة والمشمومة اللي انت بتشوفها دول، سواء بيطلعوا يغنوا ولا حتى بيرقصوا ولا حتى بيمثلوا. عشان بس يعني ما يبقاش الكلام كله واخد اتجاه واحد. مصر جميلة وهتفضل جميلة.